ثم قرأنا الأخير. طيب جزاكم الله خيرا. نعم يا أخواني، يحرص الأخ الساكن هنا عموما أن يطلب العلم. حرام يا أخواني، حرام أن يكون الإنسان مع إخوانه من طلاب العلم ويحرم نفسه أو يحرم نفسه الخير والفضيلة التي لا تساويها فضيلة من فضائل الدنيا، طلب العلم النافع، دروس متنوعة خاصة وعامة سبب. ثم تجد بعضهم معرضين، والله هذا خطأ، هذا خطأ. وبعضهم من طلاب العلم كانوا في يوم من الأيام من طلاب العلم ثم تركوا الطلب وأقبلوا على أمور دنياهم. وفي أول الأمر كان بعضهم يقول أنا أكتسب لأسرتي، ثم مع الأيام صارت عادة لهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم ايش؟ حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال بعض العلماء من أهل التفسير ما قال الله حمر نافرة، لكن قال مستنفرة لشدة نفورها قد نفر بعضها بعضا. انظر إلى الحمر الأهلية، إذا واحدا منها رأى الأسد ويا ويلها من الأسد، يعرفون من هو الأسد، يعني من شدة نفورها وجريها الذي بجوارها تهرب حتى بدون ما ترى الأسد، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما هو قسورة؟ الأسد. ما لكم يا إخواني، ما لكم يا طلاب العلم إن كنت مستغنيا فدرس إخوانك وأفدهم، فأنت في خير طالبا ومعلما. صحيح يا إخواني، الذين يبتعدون عن حلقات العلم وعن الخير إقبالا على الدنيا أو انشغالا بأمور أخرى يخشى عليهم الفتن، فإنما يأكل الذئب من الغنم ايش؟ القاصية. صحيح ينبغي في هذا المجتمع أن نتواصى كما أمر الله بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون قدوة للآخرين في الخير. في الخير هذا حرمان، وهذا فوات لخير عظيم، أن الإنسان يكون في مركز من مراكز العلم وتذهب أوقاته سدى. ما هو الوقت الذي تقرأ فيه القرآن؟ ما هو الوقت الذي تقرأ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الوقت الذي تتفقه فيه في الدين؟ ما هو الوقت الذي تستغل في عبادة من أجل العبادات؟ لا، على المسلم وطالب العلم أن يحذر من أن تذهب أوقاته في القيل والقال ومن مكان إلى مكان. لا، هذا خطأ. ينبغي أن نتناصح. من وجد من زملائه أو من جيرانه من ليست له عناية بالعلم فعليه أن ينصح له، ليس على سبيل الشماتة، فنحن لا نملك لأنفسنا قليلا ولا كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. من وفقه الله لطلب العلم ليس بسبب ذكائه أو سبب شجاعته أو سبب نفسه، الله الذي وفقه. من وفق لطاعة فالله الذي وفقه، لا بحوله ولا بقوته. الذي وفقك إلى الطاعة قادر على أن يسلبك هذا الخير. فنحن حينما ننصح لإخواننا ليس على سبيل التعالي والترفع والتكبر، هذا لا يجوز، هذا حرام. قد يكون الناصح أسوأ من المنصوح إذا تكبر عليه وإذا ترفع عليه وإذا احتقره وازدراه وإذا رأى أن له فضلا عليه. لا، من فتح عليه بنعمة فليحمد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن كما أمر الله وتعاونوا على البر والتقوى، وكما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إذا شغلنا أوقاتنا بالخير وبالعلم وبالتعاون بالتآخي وبالتواجد أدبرت عنا الفتن، وإذا انصرفنا عن العلم تأتي الفتن تدب دبيبا ثم تتوغل في أوساطنا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو تآخينا وتواددنا كل يعرف لأخيه حقه، احترام وتحابب وتوادد وإقبال وتنافس في طلب العلم وفي الأعمال الصالحة، وأن يحب الواحد منا لأخيه ما يحبه لنفسه، إشاعة للسلام وتعاون على الخير وزيارة للمرضى، عيادة للمرضى، وقيام بالحقوق، كلا في حدود ما يستطيع. تراحم يا إخواني، تراحم وتعاطف وتحابب كما أمر الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أعزة على فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، تراحم وتعاطف وتآخي وتعاون على البر والتقوى. الله يا إخواني، نحن في أيام الفتن نخشى إذا لم نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي نتقلب فيها أن الله يسلبنا إياها. والله هذه سنة الله في خلقه، من أنعم عليهم بنعمة فلم يعرفوا قدرها يوشك أن ترحل منهم وتنتقل إلى غيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في سائر النعم، في حتى النعم الدنيوية، إذا الله أنعم علينا بنعمة الماء متوفر ولم نشكر الله سبحانه وتعالى، لا تستبعد أن تجف الآبار وأن نتعب في الحصول على الماء. نعمة الكهرباء إذا لم نعرف قدرها قد نحرم. نعمة ماء الشرب هذا المحلى إذا لم نعرف قدره وأسرفنا ولم يكن بيننا تناصح، لا تستبعد أن فجأة تسلب النعم. نعمة العلم والدين إذا ما حمدنا الله سبحانه وتعالى، بل بعضنا قد يفكر متى يأتي دور هذا المركز، متى تأتي الأمور، متى تأتي كذا. بعضهم قد يتضايق إذا ما عرفنا قدر النعمة اللي نحن فيها، ممكن أن نسلب هذا الخير بالتشاحن، بالتباغض، بالتعادي، بالفتن. صحيح يحرم الرجال والنساء والأولاد من هذا الخير. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى إذ أنعم علينا بهذه النعمة. كلا يدعو الله أن الله يعيننا جميعا على أن نقوم بذكره وشكره وحسن عبادته. صحيح يا أخواني، فإذا جاءت الفتن ما تدري ما هي عاقبتها، فنتآخى ونتوادد. والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحذر جميعا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، تسقط الدول وتهلك الأمم بسبب الظلم. نحذر من الكيد والمكر، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نحذر من الغش لدعوتنا أو لإخواننا، لا، ما نحمل في قلوبنا إلا المحبة والنصح. نحذر من التشاحن والتدابر والتقاطع والتهاجر، فهذا سبب في رفع الخيرات ونزول البلايا والنقم. صحيح يا أخواني، فإذا كنا كذلك لنبشر بالخير، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فقمت برعايتها بشكر الله عليها زادك الله. فنحن يا أخواني ما شاء الله في مجتمع يتوسع يوما بعد يوم،
ونخشى أن نكون كما قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم. نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فعلينا أن نحذر لا نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إلا القوم الخاسرون. صحيح لا نأمن مكر الله، بعضنا في نعمة يتقلب في نعمة الله في الصباح والمساء ولا يعرف قدرها. لا يا أخواني، علينا جميعا، أنا أخاطب نفسي قبل كل أحد، نشعر بتقصير عظيم تجاه هذه النعم التي نتقلب فيها، والله العظيم نشعر بتقصير عظيم ونخاف على أنفسنا أو على مجتمعنا من ذنوبنا وأنفسنا. الخوف ليس من أعدائنا، فالله هو القائل وإن تصبروا وتتقوا إيش لا يضركم كيدهم شيئا، لكن نخاف على أنفسنا من أنفسنا ومن ذنوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد.